المستشار نجيب جبرائيل صديقنا العزيز، ونرجع نكمل هذا الموضوع. سيادة المستشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تحياتي يا سيادة المستشار. مساء الخير فضيلة الشيخ مظهر، وتحياتي للكاتب الرائع الجميل البطل مصطفى بكري. ربنا يخليك. تحياتنا يا فندم. سمعت ان الكنيسة اصدرت بيان تقريبا خاص بالهجوم على شيخ الازهر من رجب طيب اردوغان، هذا الكلام حقيقي ولا؟ اوعى تفكر يا شيخ مظهر ان عندما يهان شيخ الازهر يهان المسلمون، لا، يهان الاقباط مثل ما يهان المسلمون. صحيح. شيخ الازهر قامة كبرى وعظمى وشيء بالنسبة لنا لا تتصور نحن كيف نقدر هذا الرجل العظيم. بالأمس الأول يكفي تصريحه الذي قال عندما حرقت الكنائس أن الأقباط جزء من نسيج هذا الوطن، لا يمكن أن نقبل بحرق الكنائس. كيف كان لموقف هذا الرجل الرائع صاحب الفضيلة الإمام الأكبر حينما حوصرت الكنائس من الإخوان المسلمين أيام مرسي، وكان بلسما شافيا لقداسة البابا تودروس الثاني. لا يمكن أن ننسى أفضال فضيلة الإمام الأكبر. أنا بقول النهاردة الأقباط في غضب عارم، وانا لسه بتكلم مع امين عام مجلس الكنائس من شويه وقداسه البابا، واصدر ومنشور اصدر بيان شديد اللهجه يدين هذا التطاول وهذا الاسفاف وهذا الجنون الصادر من اردوغان. انا الحقيقه اللي بقول ان قال لي اردوغان عشان ان انت في زي امريكا عشان يقبلوك في عضو في الاتحاد الاوروبي ان تتطاول على رجل نحترمه ونجله ونقدره، هذا الرجل الذي نحتمي نحن ايضا كما يحتمي المسلمون في ظل الاسلام الوسطي المعتدل الذي يمثله فضيله الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر. آن الاوان يا دكتور مظهر ناخد بقى خطوات سريعه بقى. ما ينفعش بقى الشجب والإدانة والكلام الفاضي ده، ما شبعنا منه بقى خلاص. لا، انا سمعت تصريح وزير ممثل السفير بدر عبد العاطي، ما ينفعش الإدانة، لا ناخد خطوات نحو المقاطعة لجميع المنتجات التركية. ما فيش سائح يروح تركيا خالص، تركيا عاشها السياحة، تركيا عاشها السياحة. وانا اشيد واثمن موقف الامارات التي هددت بسحب الاستثمارات وجماعها من تركيا. في الحقيقة شيخ مظهر احنا اليوم يعني انا عاوز اقول الكاتب الكبير الرائع المحترم، علينا غدا او بعد غدا على اكثر تقدير ان نذهب بملايين امام السفاره التركيه في القاهره، وكيف نعبر عن استنكارنا وادانتنا وغضبنا عندما يهان الازهر تهان الكنيسه، عندما يهان فضيله الامام الاكبر يهان الاقباط مثل ما يهان المسلمون. كمان ايضا النهارده فوجئنا بان بيان صادر كمان من الكونجرس الامريكي عاوز يعمل تشريع. ده كان سؤال لحضرتك، ان تقدم سيناتور امريكي بتشريع للكونجرس يهدف الى حمايه حقوق اقباط مصر والاقليات الدينيه في مختلف بلدان الشرق الاوسط، يتضمن ضروره تعيين مبعوث خاص للاقليات الدينيه. انا كنت اسال سيادتك رايك ايه في هذا الكلام؟ اين كانت امريكا حينما هدمت الكنائس وروع الاقباط؟ من هي امريكا؟ امريكا لا شيء بالنسبه لنا اطلاقا. احنا عملنا مؤتمر اول امبارح واذيع على كل الدنيا كلها وطلعنا بيان اسمه وثيقه الوطن. نحن لا يمكن بحال من الاحوال ان نقبل تدخل امريكا، نحن لا يمكن بحال من الاحوال ان يعمل اقباط بواسطه امريكا. الاقباط محميين بازهرهم وكنيستهم ووطنهم ومسلميه واقباطه، استحاله هذا الوضع ان يحدث. امريكا ما لهاش غير مصلحتها في هذا المكان، وبقى لا يهمه دين ولا يهمه حاجه، يهمه امن اسرائيل، يهمه ان يحافظ على المصالح الامريكيه في الشرق الاوسط اطلاقا. نحن يعني وغدا ايضا سوف يصدر بيان نحن نرفض تماما اي تدخل امريكاني او اوروبي في شؤون مصر. وهذا عهدنا بكم دائما سياده المستشار. شيخ مظهر انا ما بنامش وانا متضايق جدا وانا غضبان وكل قبطي غضبان بالمساس او الاقتراب بالمساس من شيخ الازهر شيخ فضيله الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر الشريف. خط احمر، الازهر الشريف خط احمر، يعني اخواتنا المسلمين خطوط حمراء، استحاله نقبل باي مساس ولا اي اهانه كانت. وهذا عهدنا بكم دائما سيادة المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان،
وموقف إخواننا المسيحيين الحقيقة موقف مشرف في كل هذه الأزمات. ربنا يخلينا لبعض دايما. بشكرك شكرا جزيلا.